ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى جايبه لكم وصفه خطيره وفي منتهى الجمال بجد، واحلى حاجه فيه ان هو اقتصادي جدا وما بياخدش مننا اي وقت خالص. 10 دقايق بالظبط هتكوني محضراه، وفي نفس الوقت هتدوقي طعم اول مره تجربيه واول مره تعمليه. حاجه كده فوق الخيال بجد. بس اهم حاجه لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نورة جمال. لايك وشير واشتراك في القناه وتكتبي لي كومنتات حلوه كتير، وما تنسيش تضغطي زر الجرس. ويلا نسمي الله ونبدا الوصفه بتاعتنا. اول حاجه كده في كسرونه معايا 4 كوبايات من اللبن. انا غاليه اللبن ده قبل كده يا جماعه، يعني هو وانا بحطه كده هو سخن مش بارد، وبعايره بنفس الكوبايه. نفس ال4 كوبايات بنفس الكوبايه بالظبط. طبعا انتي لو ما غليتهوش لازم يغلي ولازم يبقى سخن في الوصفه دي. معايا بقى طاسه حطيتها على النار كده، ومعايا نص كوبايه من السكر. هحط النص كوبايه من السكر كده اول ما الطاسه تسخن شويه صغيرين، ما بخليهاش تسخن جامد وما بخليهاش برده خالص، خير الامور الوسط. بحط نص كوبايه السكر كده، فردها على الطاسه بالشكل ده. طبعا انا معايا الطاسه جت صغيره فهكبرها شويه. انا هنا بقول ان انا مش هعرف، ما ينفعش تقلبي السكر الا لما يبقى فيه ذوبان كده شويه. انا غيرت بقى الطاسه وحطيتها اكبر شويه علشان لسه هحط اللبن، فما خدتش بالي من الخطوه دي. طبعا بعد 10 دقايق هيبدأ ان السكر كله يدوب واحدة واحدة، علشان احنا حطينا على نار متوسطة مش نار عالية. بصوا يا جماعة، السكر بدأ يدوب اهو بالشكل ده. اول ما الاقي فيه الخطوة دي ابدأ فيه على طول ان انا اقلبه، ما سيبهوش علشان ما يتحرقش. وطبعا اهم حاجة ان انت تفضلي تقلبيه علشان ما تبقاش حتة محروقة وحتة مش محروقة، هيعمل طعم مش كويس خالص ومش هتحبيه. اهم حاجة التقليب المستمر في السكر يا جماعة عشان يكرمل كده، يبقى الكرملة بتاعته مظبوطة 100%، ومش عايزينه يبقى محروق. طبعا انا هطول عليكي بس في الخطوة دي معلش، علشان تشوفي المقدار بالظبط بيبقى ماشي ازاي. احنا السكر اهو بيدوب واحدة واحدة، كل ما بتقلبي فيه كل ما بيدوب اهو بالشكل ده. ما بنستعجلش عليه خالص، على نار متوسطة مايلة للهدوء كده، تبقى هادية ما تبقاش عالية علشان ما يتحرقش مني ولا اي حاجة. تقليبنا اهو مستمر لحد ما شوية شوية بيدوب، شوية شوية بيدوب. داب معايا اهو. انا طبعا بفصل الكاميرا وبشغلها تاني. بس هو ما بياخدش اكتر من 10 دقايق يعني على النار. اتفقنا اهم حاجة التقليب المستمر علشان ما يتحرقش من جنب ويبوظ. احنا مش عايزين الكراميل يبوظ خالص مننا، احنا لازم نفضل نقلب فيه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان اهو يعني بجيب من كل اتجاه علشان ما يتحرقش من اي جنب خالص. طبعا الفتافيت دي هتدوب كلها اهي، كله هيدوب. بفضل اقلب بس فيه شويه صغيرين علشان ما يتحرقش مني. وطبعا اهم حاجه ان اللبن بعد ما غليناه نسيبه على جنب كده لحد بس ما الكراميل يتكرمل معايا كده، السكر يتكرمل، وتقومي حاطه ده على ده على طول. اهو يعني خلاص فاضل حاجه بسيطه خالص. وكده بقى توطي النار خالص، اول ما تلاقي السكر داب توطي النار خالص، علشان تخلي بالك. طبعا اخلي بالي ايه من هنا، احنا لازم يا جماعه اللبن والسكر السخن ده خلي بالك جامد علشان ما يطرطش على ايديكي ولا اي حاجه. بحط طبعا شويه بشويه علشان مش هينفع انزل بكله، علشان زي ما انتوا شفتوا كده ممكن يفور مني. فانت خلي بالك حطي يعني على 4 مرات او على 5 مرات، واحده واحده قلبي، وبعد كده تنزلي اللبن اهو. اول ما بيهدى شوية شوية بيهدأ. طبعا الكلاكيع السكر دي كلها هتدوب، زي ما دابت أول مرة هتدوب تاني مرة عادي. كل ما تقلبيه وكل ما الحرارة بتعلى عنه يعني بتبقى عليه بيفك على طول. بس احنا مش هنعلي الحرارة، احنا هنسيبه واحدة واحدة خالص براحته لحد ما يدوب، علشان يدوب حلو ما اللبن كمان ما يروبش منك. احنا بقى الخطوة دي ان احنا لازم نبقى غاليين اللبن، علشان لما ينزل سخن على سخن اللبن مش هيروب، لكن لو سخن على ساقع اللبن ممكن يروب منك ويبقى حتت كده لبن مش كويس. وطبعا احنا عايزين الوصفة دي مظبوطة 100%. امشي على الطريقة دي ان شاء الله وهتلاقيها حاجة كده في منتهى الجمال. حاجة كده اول مرة طبعا هتجربيها، زي ما انا اول مره اجربها، وبجد ما بخلتش عليكم بيها وقلت لازم انزلها واوريكم الحلاوه والجمال بجد.
قلبت اهوت اللبن بالكراميل. بصوا يا جماعة داب خالص، ما عادش فيه اي حاجة. مش شايفين؟ دايب خالص، لبن يعتبر لبن بس مظبوط 100%. طبعا الكسرونه اللي انا كنت غاليه فيها اللبن، أه هحط فيها نص كوبايه من اللبن كمان. اللبن دافي مش لبن ساقع، لا لبن يعني من اللي انا كنت غاليه برضو. وبعد كده هحط 4 معالق من الكاستر. 4 معالق من الكاستر. مفيش كاستر ممكن تحط نشا، بس طبعا الكاستر بيعزز الطعم جدا، وطعمه طبعا احنا عارفين الكاستر في منتهى الجمال، حاجه حلوه كده. وطبعا هحط عليه رشه من الفانيليا. ما تحاوليش تقلبيه زي ما انا قلبته علشان هو هيكلكع على طول، ومش هيبقى كويس. حطيت اهو رشه معلقه يعني صغيره خالص من الفانيليا. مش عايزه فانيليا عادي. الكراميل بالحليب هنزله اهوت على الكاستر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا طبعا لسه الحليب والكاستر سخنين، انا بنزل الحليب والكراميل سخنين، انا بنزل عليهم على الكاستر كده على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبفضل اقلب فيه لمده دقيقه واحده بس، وبعد كده برفعه على النار على طول، مش بسيبه يعني. اهو حطيته على النار، افضل اقلب بقى فيه لحد ما يتقل شويه. احنا مش هينفع نسيبه برضو هنا علشان الكاستر ما يتعملش كتل. اهو شايفين اللي على المعلقه، احنا مش عايزين كده. احنا هنفضل نقلب فيه شويه لحد ما كل ده يروح خالص عشان فيه كتل تحت. تقليب مستمر زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بيتقل معايا واحده واحده، بيتقل على نار هاديه خالص. احنا مش مستعجلين، احنا في بيتنا يعني اكيد هنعمل الحاجه براحتنا خالص ان شاء الله. وطبعا الوصفة دي يا جماعة محلاها انها طبعا مش مكلفة، لا فيها بيض ولا فيها زيت ولا فيها سمنة ولا حتى دقيق ولا الكلام ده خالص. حالة كده ايه، حاجة كده على قد الايد، وفي نفس الوقت احسن من انتي ممكن تاكلي اي حاجة برا. لا انا هعمل الحاجات دي في بيتي وهتبقى احسن من برا 100 مرة. بس اهم حاجة جربيها واكتبي لي في الكومنتات اذا كانت عجبتك ولا لا، وانت بجد ان شاء الله مش هتندمي خالص لو جربتيها. تقل معايا القوام اهو، شايفين؟ بيتقل واحدة واحدة، احنا مش مستعجلين ومش معلين النار خالص. اهو تقل معايا. بصوا المعلقة. طبعا انتوا لو عايزين تخففوه شوية كمان ممكن تحطوا له شوية لبن كمان، ممكن عايزين تتقلوه كمان، سيبوه يعني يطلع فقاقيع وكده، بس انا مسبتهوش للدرجة دي. انا كده القوام بتاعه مظبوط 100%. اهو بصوا مظبوط 100% معايا. انا مش عايزاه زيادة عن كده ومش عايزاه اقل من كده، علشان لسه هيتحط في التلاجة، وطبعا لسه هيشد شوية وهيمسك شوية، فعشان كده. طبعا حطيت بقى، هحطه في بولات، ممكن في كاسات او اللي انتي تحبيه يعني. طبعا اللون معايا فاتح شوية علشان انا بس عايزة الليد بتاع الستاند كده لونه ابيض جامد، فعشان كده باين ان هو ابيض، لكن هو اساسا لونه مصفر مش لون ابيض زي اللي انتوا شايفينه ده. هتشوفوه دلوقتي لما اظبط الاضاءة. طبعا الريحة جبارة، الريحة حلوة بشكل مش بجد مش يعني مش هعرف اوصفه لكم. حاجة كده في منتهى الجمال. ميكس الفانيليا والكراميل يا جماعة عامل تاتش وعامل طعم فظيع فظيع بجد. والفانيليا طبعا ريحتها حلوة قوي، والكاستر احنا طبعا من العشاق الكاستر هيعرفوا الوصفة دي ممكن تأثر عليهم شوية، ودايما هيعملوا الكاستر بالطريقة دي. حطيته بقى في التلاجة لمدة ساعة بعد ما برد طبعا على الرخامة شوية، مش هينفع احطه في التلاجة على طول. بصوا يا جماعة عامل زي ما يكون عليه مانجا، هو لونه بقى اصفر كده في التلاجة بعد ما برد خالص. اللون بتاعه بان. وطبعا بعد ما ظبطت الاضاءة كمان طعمه حلو قوي قوي قوي. يعني انت اول ما معلقة ما هتاخديها منه مش هتشبعي منه، عايزة تاكليه كله بجد. حلو بطريقة غريبة. بصوا يا جماعة من بره عامل طبقة كده خيالية، حلوة بشكل يعني انا مش قادرة اوصف لكم بصراحة. لكن انا اوعدكم انتوا لو جربتوه هتبقوا حاجة مختلفة جدا 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 ان شاء الله. طبعا انا باخد معلقة ورا معلقة، وبجد عشان من ان هو حلو قوي انا مش قادرة اشبع منه. حاجة كده بسم الله ما شاء الله عليها بجد في منتهى الجمال. دلعي نفسك ودلعي اولادك ودلعي كل اللي بتحبيهم بجد، دلعيهم بالطبق ده. حاجة كده في منتهى الخيال. المعلقة طالعة دايبة دايبة بجد، حاجة كده حلوة.
بس كده يكون الفيديو بتاعي يكون خلص معاكم. متنسونيش في اللايك والاشتراك وتكتبي لي كومنتات حلوه كتير، وكمان ما تنسيش تضغطي زر الجرس وما تبخليش على اصحابك وشيروا لهم الفيديو ده عشان هيعجبهم بجد.